مستنيك تنادي. صدق الله العظيم. الخوف من ربي عبارة رافقت دربي، فسألت نفسي ما هو خطبي، فرفعت رأسي للسماء وقلت أنا لا أخافك، هذا ليس ذنبي. كيف أخافك وأنت تسكن نبض قلبي؟ كيف أخافك وأنت فيك أمي وأبي؟ يا إلهي أنا أحبك في سماء تتلبد بالغيوم، أحبك في أرض مليئة بالسنابل، أحبك في شتوى البلابل. أنت ليس شيء وإنما أنت كل شيء. إذن بالتأكيد الحاضرون جميعا في هذه اللحظات سيعبر إلينا هؤلاء الأبطال المتخرجين، هؤلاء اللجنة التحضيرية الذين سيقصون على مرافئ أعيننا وأعينكم وأعين هذا الصباح الجميل بدفعة تتخرج في هذا اليوم. لكن قبل ذلك وقبل أن نستقبلهم يتحدث الحرف المنسكب على بياض الأوراق. ميزتهم من بين ألف حضورهم، البدر بدر والنجوم سواء، وعرفتهم من بين من حملوا اسمهم في الحلم لا تتشابه الأسماء. رحبوا معي بهؤلاء الأبطال المتخرجين بمن سيقصون شريط التخريج في هذه اللحظات. أكبر تحية لدفعتي أطباء رغم العناء ودفعة بسمة حياة. أنا مليت تسويفي ومن بكرة لبكرة، وكم كشكول خلصت ولا أنجزت فكرة، ولي آمال بحكيها تعال اطلع وحاكيك. مستنيك على نار الأمل يا أنا من عمق ذاتي. مستنيك متى تطلع إلى الكون وتنور حياتي. مستنيك ولك مني الذي يا زين يرضيك. مستنيك تنادي القلب والروح والعقل ابتدينا. مستنيك خلاص اليوم احنا من اليأس انتهينا. مستنيك ولك مني الذي يا زين يرضيك. إذن الحاضرون جميعا اسمعوني في هذه اللحظات أكبر تحية لهؤلاء الأقمار المتخرجة. اسمعوني التحية. على إثر تحيتكم رحبوا معي بأعضاء اللجنة التحضيرية. وكل إنسان في الدنيا وله فيها رواية، وتحلى لو بها نحيا على معنى وغاية، وأنا لغايتي فيها متى تحلى معانيك. مستنيك. أيضا ها هم أقمار الصباح يتلألؤون رغم وجود الشمس في هذه اللحظات، وأيضا بالوسام الفلسطيني الذي أنا أريد أن نسمع له تحية في هذه اللحظات. تحية جمهور وين؟ ونتمنى من الجميع الحاضرون والحاضرات الاكتفاء بالتصوير فقط من الإخوة الإعلاميين الذين نزلوا خصيصا من محافظة الحديدة. نكتفي بالتصفيق وليس التصفير. هكذا يتحدث الأستاذ الدكتور أحمد الكوكباني عميد هذه الكلية، كلية النبراس الدولية للعلوم التكنولوجية والطبية هنا في مدينة العلم والعلماء زبيد المحبة والخير والسلام. إذن وكذلك نرحب ببقية الطلاب ونقول لهم وإن خاصمنا دواء الحب مخطئة فعلمتونا يا أطباء الغد كيف في الحسنى أراضيها. أبقاكم الله دوما لنا وليل أنوار مرسلها، فيبهيم الليل وإن طال سارها. فنسمع للخريج أجمل تحية.
أشوفك بين أعذاري ولحظات التواني، أشوفك بين إصراري وتحقيق الأماني، وكم مديت لك حبل الرجا مني واناديك مستنيك. أنا مليت تسويفي ومن بكرة لبكرة، وكم كشكول خلصت ولا أنجزت فكرة، ولي آمال بحكيها تعال اطلع وحاكيك مستنيك. مستنيك على نار الأمل يا أنا من عمق ذاتي، مستنيك متى تطلع إلى الكون وتنور حياتي، مستنيك ولك مني الذي يا زين يرضيك يرضيك، مستنيك مستنيك تنادي القلب والروح والعقل ابتدينا، مستنيك خلاص اليوم احنا من اليأس انتهينا، مستنيك ولك مني الذي يا زين يرضيك يرضيك، مستنيك. وكل إنسان في الدنيا وله فيها رواية، وتحلى لو بها نحيا على معنى وغاية، وأنا لغايتي فيها متى تحلى معانيك مستنيك. تحرر من قفص صدري وغرد بالتفاؤل، تكاسلنا خلاص اليوم. وماذا نتحدث عن وطننا؟ وطني أحبك والهواء لمعتقد، وفي غرامك لا ينافسني أحد، فالروح ترخص عندما يحتاجها، والمال يبذل والقبيلة والولد، لولا التقى في خافق والخوف من رب الأحد، لكنت أعبد موطني ولكنت أول من سجد. نقف حبا وتقديرا وإجلالا لهذا الوطن ومع النشيد الوطني. إذن الحاضرون جميعا فلنقف في صورة واحدة صامدة على سواعدكم السمراء في هذا الصباح الجميل. الإخوة الحاضرون والحاضرات في صورة واحدة يملأها الحب والوطن والإنسانية والشموخ. لنقف في صورة واحدة حضورنا الكريم، دعونا نقف. هل تسمعون الصوت؟ لنقف إجلالا واحتراما وحبا وسندا وانتماء لهذا الوطن الشامخ. ليعزف في هذه اللحظات السلام الوطني للجمهورية اليمنية. رددي أيامها الدنيا نشيدي، رددي وأعيدي وأعيدي، واذكري في فرحتي كل شهيدي، وامنحيه حرا من ضوء عيدي. رددي أياتها الدنيا نشيدي، رددي أياتها الدنيا نشيدي، وحدتي وحدتي يا نشيدا رائعا يملأ نفسي، أنت عهد عارف في كل ذمة، رايتي رايتي يا نسيجا حكته من كل شمس، اخرجي خفيقة في كل كلمة، أمتي أمتي إن حين البأس يا مصدر بأسي، واغفريني لك يا أكرم أمة، عشت إيماني وحبي أممية، ومسيري فوق دربي عربية، وسيبقى نبض قلبي يمنية، لن ترى الدنيا على أرضي وصية. إذن الحاضرون جميعا كما أتلي على مسامعكم في هذه اللحظات سلامنا الوطني للجمهورية اليمنية الحبيبة، يتعمق هذا الحب ويتعمق أيضا هذا الانتماء بهذه الصورة الجميلة التي يصنعها أبناءكم وبناتكم الخريجون والخريجات في هذا اليوم
ليعزف في هذه اللحظات الانتماء الآخر لسماء هذا الوطن. هنا يأتي الحديث عن الانتماء الطبي. في هذه اللحظات يتفضل رئيس قسم مساعد طبيب الدكتور عبد الله حيدر ليتلو علينا ويردد أبنائنا الخريجين والخريجات هذه الكلمات انتماء وحبا لهذا القسم وشغفا بهذا الوطن الحبيب. يلا استعداد يا الطلاب وطالبات. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا سمعت مرة ثانية؟ ارفعوا الصوت، خلوه يسمعوكم كامل. القسم الطبي يلا رددوا بعدي. حاضر. لا خلاص خليك تعال. بسم الله الرحمن الرحيم. أقسم بالله العظيم أن أراقب الله في مهنتي وأن أصون حياة الإنسان في كافة أدوارها في كل الظروف والأحوال، باذلاً وسعي في استنقاذها من الهلاك والمرض والألم والقلق، باذلاً وسعي في استنقاذها من الهلاك والمرض والألم والقلق، وأن أحفظ للناس كرامتهم وأستر عوراتهم وأكتم سرهم، وأن أكون على الدوام من وسائل رحمة الله تعالى، باذلاً رعاية طبية للقريب والبعيد، للصالح والطالح، للصديق والعدو، وأن أثابر في طلب العلم وأسخره لنفع الناس لا لأذاه، وأن أوقر من علمني وأعلم من يصغرني، وأكون أخاً لكل زميل في المهنة الطبية، متعاونين على البر والتقوى، وأن تكون حياتي دواما موضع احترام وتقدير من الجميع، وأن تكون موضع تقدير للإنسانية ما أمكنني ذلك، وأن أعمل على حماية الحياة البشرية والاعتناء بالكرامة والمرضى وحقوقهم بما يتماشى مع المبادئ الأخلاقية والإنسانية العليا، وأن ألتزم بمواثيق الشرف في مهنتي وأدائها بما يرضي الله ورسوله، بما يرضي الله ورسوله وضميري، والله على ما أقول شهيد. وفقكم الله. إذن في هذه اللحظات سيغادر هؤلاء المتخرجين، ومن ثم سيعودون إلينا لتكريمهم وبقية فقرات هذا اليوم الجميل.